عسلامة. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. وصفة اليوم حاجة روعة روعة روعة. شوفوا معايا، اليوم عملت لكم الفطير المشلتت المصري. هو اللي هو الحقيقة ميلانج ما بين الملاوي التونسية والمسمن المغربي، اما بطريقة اخرى. تابعوني باش تشوفوا طريقة التحضير والمقادير المضبوطة، وصدقوني ماكمش باش تندموا. باش نحطوا 250 غرام فرينة، وعليهم 250 غرام سميد، عليهم 3 مغارف سكر. الكونتيتي نتاع السكر راهو نتوما اللي تتحكموا فيه. انا باش نحط كان 3 مغارف، تنجموا تزيدوا تنجموا تنقصوا، اما هكا كميه معتدله. نهبط الباتور ونبدا نخلط المكونات الجافه هذه الكل مع بعضها. الفطير المشلتت المصري ما يستحقش لا خميره لا حتى شيء. هو في الاصل جاي ما بين الملاوي التونسيه والمسمن المغربي. وتوا نبدا نزيد في الماء شويه بشويه حتى تتلم معنا العجينه. واهم حاجه هي انه العجينه يلزمها ترتاح. نبداو نقويو شويه في الفيتاس. هاي العجينه توا باش نخليها ترتاح. هذه العجينه نتاعنا خليناها زادت ارتاحت، وزدت عملتهم على شكل دوائر اهاكم ارتاحوا. وتوا باش نبداو نحلو بالكعبه بالكعبه. هذه الزبده نتاعنا ذوبناها 200 غرام زبده. هذه الكعبه الكبيره الاولى نحط يدي هكا في الزبده ونبدا نحل فيها بالكدا بالكدا. نجيب القلقال ونحل، لازمها تكون رهيفه. نحل بالكدا 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 رهيفه على الاخر لازمها، وهي اللي باش نحط في وسطها الكعبات الاخرين. كمل بيدي هكا. ديما نحطو بالزبده، لازم نشخشخوها بالكدا بالزبده هكا. هكا بالكدا بالكدا. شفتوا هكا هكا. ونزيد نحلها كيما نحلو ورقة البقلاوة. ديجا هي تشبه لورقة البقلاوة، خاطر المصريين يعملوا فيها بالفارينة اكاهو، ما يعملوهاش بالسميد. هكا هكايا. هذا الطبق متاعي اللي باش نحل فيه. بالطبيعه دهنته بالزبده قبل باش نحط فيه الطبقه هذه الاولانيه هكا، او نعملها بالزبده. ناخذ الكعبوره الثانيه كيف كيف، اما باش نحلوها اقل سمك هكا.
قد ما تخليو العجينة ترتاح قد ما تجيكم مطاوعة في الحلة، بالضبط كيما عجينة البقلاوة هيك، ماهيش صعيبة بالكل. مع العلم اني انا راني عملتها فارينة وسميد، حبيت نعمل حاجة على الطريقة التونسية، ميلانج ما بين الفطير المشلتت المصري والملاوي التونسي. هنا بعد ما حليتها باش نطويها هكا، نزيد نعمل الزبدة ونحل هكا بالضبط كيما الملاوي، ونحاول نحلها هكا. توا كيما الطريقه هذه اللي عملت بها الكعبه هذه، باش نوريكم كيفاش باش نحطها في وسط الاخرى في الطبق، ومن بعد نكمل الكعبات الاخرين الكل هكايا. هاي كريتوها تجي في وسطها باش من بعد نرجعوها عليها هكا. توا باش نكمل الكعبات الكل ونرجع نوريهم لكم. هاوكا هذم كملنا توا الكعبات نتاعنا الكل. توا كيفاش باش نعملو باش نرجعوا هذه هكا الكبيره اللي عملناها الاولانيه بالكل، باش نرجعوها عليهم هكايا، وندهنوا بالطبيعه بالزبده، ونزيدوا نرجعوا هذه هكا، وهذه نكملوا من هنا هكايا هكا، نهزوا العجينه كلها ونحطوها هكا. وتوا باش نبداو نحلو فيها على كبر الطبق متاعنا، ديما ندهنوا بالزبده هكا هكا. الفطير المشلتت كما يقولوا اخواتنا المصريين عنده سكسي كبير في مصر، حبيت نجربه معاكم نشوفوا الطعم متاعو كيفاش يجي. اما انا نتصور باش يجي حاجه بنينه الحقيقه، وننصحكم تعملوه بالسميد والفارينه، ما تعملوش كما يعملوه هما فارينه بركه تجي كما طبقه البقلاوه هكا. شوف ندورو والزبده هو شبه للملاوي التونسيه وللمسمن المغربي، اما فيه شويه خدمه اكثر ويطيب في الفور مش في القلايه ولا في الطاجين متاعنا نحنا التونسي. هكا حليت الفطيره متاعي على كبر الطبق هيكا، وتوا باش نخليها ترتاح. مادام سخون الفور راهو يلزم يكون على درجه عاليه نتاع حراره، حلو عليها من الفوق ومن اللوطه، ووقت التيب تو نوريها لكم. وهذا الفطير المشلتت نتاعنا احضر، راهي مازالت سخونه، شوفوا كيفاش تجي تتقرمش من برا وطريه من داخل. توا باش نكمل نصب فوقها الزبده ونخليها ترتاح، ومن بعد تبرد شويه بالطبيعه يلزمني نغطيها. شوفوا كيفاش ما شاء الله الريحه ما شاء الله، نودكم ولا نشهيكم جربوها وصدقوني ما كنتش باش تندموا.
مازالت سخونه. ولهنا باش نوريها لكم راهي مازالت سخونه. شوفوا كيفاش تجي مورقه من داخل. هما في مصر يعديو بها العسل والزيت زيتونه في فطور الصباح ولا حتى في العشيه. نجمت نشدها هيك، شفتها كيفاش تجي مورقه ما شاء الله. ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم. انا الحقيقه على ما شفت اخواتنا المصريين يعملوا فيها حبيت نجربها وقلت نجربها معاكم ونودكم بها. الروسات هذية نجموا تعملوها في فطور الصباح وشاهية طيبة. ريحتها بنينة.